بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في التمهيد قبل الشروع في الكتاب، ومر معنا في الدرس المتقدم ذكر ثمرات اتباع السنة، ذكر ثمرات أو الصحيح يقال بعض ثمرات اتباع السنة. ثم قال حفظه الله: قبل الشروع في المقصود أخي القارئ، وقبل الشروع في المقصود وعرض ما تيسر لي جمعه من السنن اليومية أفيدك بما يلي. ذكر أمورا نختصرها كي ندخل في الكتاب، أنه جمع في هذه الأوراق كل ما تتبعه من السنن اليومية، وقد ترك بعض السنن عمدا للخلاف في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سنن أيضا تتبع الأحوال أو الأماكن أو الأزمان لم يذكرها، لأنها قد تكون عند أشخاص يستطيع أن يفعلها سنة، وغيرهم ليست عندهم، لا يتمكنون من فعلها. وأيضا قال أن اعلم أيها المفضال أن اتباع هديه صلى الله عليه وسلم يشمل اتباع أخلاقه، اتباع تعامله وأدبه مع ربه تبارك وتعالى، وكذلك أدب الإنسان مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس، فيشمل اتباع أخلاقه ويشمل أيضا اتباع تعامله، فيتعامل العبد بأدب مع ربه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس. فالأخلاق عماد مهم، ركن مهم يحتاجه واقعنا اليوم، خاصة الأخلاق الحسنة، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في جميع شؤوننا، ليس فقط في العمل بالسنة التي هي المستحب والمندوب، وإنما حتى في الأخلاق وفي التعامل، في الأخلاق والتعامل. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها. ثم قال مما الأمور التي ذكرها، قال: إنني أخاطب بهذه السنن نفسي المقصرة لأنفعها بعرض السنن اليومية أمام عيني فيما كنت مقصرا فيه، لأحملها على الإصابة من هذه السنن، أي على العمل والمحافظة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم نفع إخواني وحثهم على اقتفاء هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبادر أخي لاغتنام العمر قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل بالاستكثار من السنن وصالح العمل لتحمد العاقبة يوم القيامة بعظم الجزاء في دار البقاء لحسن اكتفائك الأثر باتباع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي علينا جميعا، أن نكثر من الأعمال الصالحة للاستعداد للقاء الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
وهو سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ وفي رواية وفي حديث آخر 100 مرة، وكان يصوم كما جاء عنه حتى يقال أنه لا يفطر، وكان صلى الله عليه وسلم كثير الأعمال، فهو قدوتنا وأسوتنا، فنحن من باب أولى، نحن المقصرون، نحن المذنبون، فمن باب أولى أننا نجتهد في العمل بالسنة والإكثار من الطاعات. ثم قال: وأخيرا أوصيك أخي في تعاملك مع السنن بوصيتين ذكرهما النووي رحمه الله، الإمام النووي المعروف. قال: الأولى: لا تدع سنة من السنن إلا وقد كان لك منها نصيب ولو لمرة واحدة. طبق السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أن تعمل بها جميعا ولو بعض السنن ولو لمرة واحدة طبقها. فهذا الإمام أحمد طبق 40,000 حديث عمل بما فيها، يعني معنى أنه هناك سنن عملها مرة واحدة ونحن نفعل هكذا، والذي ينبغي أننا نداوم على السنن. لكن قد تكون هناك سنن لا يستطاع بكثرة يعني المشاغل أو غيرها، فافعل هذه السنة ولو مرة واحدة. قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، لحديث: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: والثانية: إذا أنعم الله عليك بطاعة وكنت من أهلها المواظبين عليها وفاتت عليك يوما فحاول أن تأتي بها إن كانت مما تقضى، فإن العبد إذا اعتاد على التفويت وتساهل فيه ضيع العمل. أي إذا كنت ممن يواظب على العمل بسنة من السنن، طاعة من الطاعات، فجاء يوم وحصل لك شغل أو يعني حصل لك ظرف فات وقت هذه الصلاة، فات وقت هذه الطاعة، لا نقول الصلاة نقول الطاعة. فإذا كانت مما يقضى فاقضها، مثلا يعني السنن الرواتب جاء مثلا يوم من الأيام أنت تحافظ، وهذا الذي ينبغي علينا ألا نترك السنن الرواتب. فجاء يوم شغلت قبل صلاة الظهر عن 4 ركعات، شغلت فلم تستطع أن تصلي الظهر وهي تقضى، صلها بعد صلاة الظهر، اقضها بعد صلاة الظهر. فإذا اعتاد العبد على التفويت اليوم فاتت وغدا، فإنه بعد ذلك يتركها بالكلية. قال: يقول النووي رحمه الله في فائدة قضاء الذكر: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاته أن يتداركها ويأتي به إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها، كما تقدم معنا. إذا اعتاد على أنه إذا فاتته لا يقضيها، يسهل بعد ذلك
اتركها. تأتي أيام لربما لا يصليها، لكن إذا فاتته قضاها في اليوم الثاني سيتذكر بالأمس فاتتني وقضيتها، اليوم سأصليها في وقتها، اليوم سأفعل الطاعة في وقتها. قال: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ويقتفون أثره ويحشرون في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم آمين. ما دعا المؤلف حفظه الله بأن يحشرنا، أي ممن يقرأ هذا الكتاب ومن يدرس هذا الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمرته، وذلك لا يكون إلا باتباع سنته واقتفاء أثره. إذا أردنا أن نكون ممن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمرته، أي في مجموعته، فإنه ينبغي علينا أن نتبع سنته وأن نتأسى به وأن نقتفي أثره. أما نريد أن نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخالفه ونحن نتهاون في سنته ونحن لا نجعله أسوة لنا، فهذا أمر عجيب يصدر من بعضنا. هذا أمر عجيب، نريد أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخالف هديه ولا نتبع سنته. إذا أردنا حقا وصدقا أن نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نتبع سنته ظاهرا وباطنا، وأن نقتفي أثره. قال المؤلف: السنن الموقوتة. قال: نقصد بالسنن، شرع في ما أراد. قال: نقصد بالسنن الموقوتة هي السنن المؤقتة بأوقات معينة في اليوم والليلة. قال: وقسمتها إلى 7 أوقات: ما قبل الفجر ووقت الفجر ووقت الضحى ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء. السنن التي لها وقت من ليل أو نهار، السنن التي لها وقت في أوقات معينة، مثلا كأذكار الصباح، كصلاة الوتر، كالسنن الرواتب قبل الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر. فذكر حفظه الله أن هذه السنن الموقوتة أوقات، وذكر 7 أوقات: ما قبل صلاة الفجر، أي ما قبل الفجر، ما قبل الفجر ووقت الفجر ووقت الضحى ووقت الظهر ووقت العصر، وأيضا وقت المغرب ووقت العشاء. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.